تعالى شوف هدومه منظمها له اهي، جوابته اللي بيقول لك مهمله وما بفطرش اخويا. تعالى شوف المرممه اللي ريحتها وحشه بتفتش حاجات كده على التسريحه. المرممه دي اللي مش مهتميه بعيالها ترصها كده. شوفي ترصها كده، ترص كده هدوم الاطفال. قال لي كانش عاجب حماتها اللي كانت بتقول لها امك جايبه لك ايه؟ امك جايبه لك حاجات عر، جايبه لك شاشه واحده. متابعينا الكرام مساء الخير عليكم. احنا موجودين معاكم في مدينه السنبلاوين مع نور اللي عندها 27 سنه ومتجوزه من 4 سنين وجوزها طعنها 18 طعنه. طبعا دي الشقه اللي شهدت الواقعه المؤسفه دي شقه نور، شقه الزوجيه اللي كانت عايشه فيها، اللي شهدت الزوج اللي بطعن زوجته 18 طعنه. والدتها طبعا كان حابه ان هي توريكم الشقه اللي احنا داخلينها فجاه بنفس التفاصيل، ما عملوش حاجه فيها، وترد على اهل زوجها اللي هم بيقولوا ان على بنتها كلام مش فيها. ايوه ما كانش عنده شقه، وقلت لها بدل ما تاجروا بره وتقعدوا بره تعالوا اقعدوا عندي احسن. وانا عارفه ان الايجار الجديد بيبقى سنتين ويغير وكده. قلت لها لا خليكي قاعده ودي شقتك، ولما انا اموت بقت بتاعتك خلاص مدى الحياه، ما خلاص دي ما تطلعيش منها خالص نهائي. وبعد ما انت تموتي كمان تديها لاولادك. بس وكنت بعامله معامله كويسه جدا، وكنت بعامله احسن من ابني كمان. وقفت جنبه في الجواز، وقفت جنبه في الشبكه، وقفت جنبه في كل حاجه. هو يشهد بكده يعني. اخوه اللي بيظلمني ويقول الكلام اللي هو بيقوله ده، اخواته الاثنين الصبيان يعني هو بقى يكذب. يعني انا النهارده شفته في النيابه، قلت له يا احمد انا عملت فيك حاجه وحشه؟ قال لي لا. قلت له انا عمري اسأت ليك؟ قال لي لا. قلت له امال ليه اخواتك عملوا كده؟ قال لي انا ما شفتش حاجه وما اعرفش حاجه. وانا كنت بتحاول تقتل بنتي. قلت له ليه كده؟ ليه انا كنت دايما اطلع لها اسمع خناق من اول اسبوع الجواز، دبدبه، لان انا بيني وبينها سقف، دبدبه اطلع بسرعه جري في ايه يا نور؟ مفيش حاجه يا ماما. قال لا في دبدبه مفيش حاجه. انزل ارجع تاني اطلع اسمع دبدبه وزعقه هو ما بسمعهاش هي. اطلع تاني تطردني وتقول لي اطلعي بره مالكيش دعوه، ما تدخليش في حياتي. او ما اقول ايه انا ماليش دعوه، هي حره هي وجوزها. قلبي ياكلني تاني. انا احط ودني على الباب اسمع زعيق وبهدله، فزق الباب تقول له ايه كده يا احمد بتفرج الناس علينا؟ اقول لها وانا ناس؟ اقسم بالله العظيم والمصحف ده على عيني. تقول لي بتفرج الناس علينا؟ اقول لها انا ناس؟ لقيت التليفون جاي، يلا بسرعه يا عم طارق بسرعه. في ايه؟ قال له لا ده جوز بنتك قتل بنتك. تخيلي بقى ان يتقلك على بنتك انه قتل بنتك. انا يكفيك الشر، انا وقعت من طولي قدام في الشارع، وقعت. بس قتلها ازاي يعني؟ بتقتل ازاي؟ قتلت اللي ما عنديش غيرها، مفيش غيرها اصلا عندي، ماتت. انا كنت متوقعه كده. احمد كان بيقعد دايما يضربها ويهينها جامد، فانا كنت احساس من جوايا ان بنتي هتتقتل. انا كنت اقول انا حاسه انها هتتقتل، واقول لها يا نوره انا دايما بشوف ان انت هتموتي شابه، ما اعرفش ليه كنت دايما اقول لها انا احساسي كده، احساسي بيقول انها هتموت شابه. بقيت ماشيه انزل الناس من التكاتك واركب التوك توك واجري اقول الراجل اللي كلمني ماتت يقول لي لا بس فيها طعنات كتير واحنا طالعين على المستشفى. بقيت نازله المستشفى زي العاميه. شفت اللي ماشيه على الميه؟ كنت ماشيه على ميه كده. فين بنتي؟ فين؟ دخلت اوضه لقيتها غرقانه في دمها، بيجامتها مهريه متقطعه، لولا ان ولاد خالتها رموها في الزباله انا كنت وريتها لك. مهريه ولابسه اسدال شحتها من الجيران اللي فوق، تعسر كده دم، والدم نزل كده ونزل كده ونزل. طبعا هو مفيش حد بيصور في الوقت ده لان احنا مش فايقين. فقعدت ابص لها في يا نور ما تردش عليا. كل تقول لي هو انا صاحيه؟ هو انا يا ماما صاحيه؟ انا بتعذب ولا انا صاحيه ولا انا عايشه ولا انا ايه؟ طب امسكوا ايديا، حد يمسك ايدي. طب انا ميته وشايفاكم؟ اقول لها لا انت صاحيه قومي. وعشان فوقها اقول لها كرمه وسيفهم يا نوره. البنت الصغيره تقول لي ايه بابا ابح ماما بالكينه جاب الدم، ولغايه دلوقتي ما بتنطقش. بص انا ما دخلتش البيت ده، انا طلعت من بره وقاعده معاها في المستشفى لسه جايه دلوقتي. ايوه والشارع يشوف ويقول لنا 4 ايام او 5 ايام في المستشفى. ما دخلتش انا نفس الازاز اللي انا لابساه نفس الهدوم اللي انا لابساها هي اللي انا بيها في المستشفى. ما جيتش هنا خالص. ما حدش طلع الشقه غير المفتاح كان مع فتحي اللي هو الساكن اللي فوق ومراته. ما دخلتش الشقه خالص. والشقه اهي شوفيها، تعالي كده شوفيه. بصي المطبخ، بصي الستاره والنضاره. تعالي هنا. كل شفاطات الستات وانا اولهم بكسل اعمله. بوسخ. شفت النظافه؟ شايف؟ تعالي شوفي الحمام ده معاها، مع ان معاها 2 توأم يعتبروا توأم، الواد والبنت ورا بعض 3 وسنة ونص يعتبروا توأم. دي انت قصدك متعمده ان انت توري الشقه للناس؟ شوفي النظافه اهي مع انها مقلوبه بس شوفي. خشي شوفي اوضه الاطفال. شفتي؟ شوفي النظافه، شوفي الرصه، شوفي اللعب الاطفال، شوفي الحاجه.
تعالي شوفي الدواليب، هدوم عيالها دي ماما دي مش مهتميه بعيالها، ترصها كده. شوفي ترصها كده، ترص كده هدوم الاطفال. بصي ماشي، شوفي شوفي اتفرج شوف. تعالي يعني ما شاء الله، يعني كانت منظمه جدا. تعالي اوريكي بقى اوضه النوم، واوريكي اللي هم بيقولوا عليها اصل اخلاقها وحشه. الاخلاق وحشه بتبان، تلبس تخرج تقول لها البسي خروج اعملي. تعالي شوفي دولابها مليان ايه. بصي عبيان سمراء، بصي ادي ملاحف، ادي واحد. شوفي ملاحف 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 ملاحف، مفيش حاجه خروج. شفتي مفيش، ما عندهاش خروج خالص. فرجي شوفي مفيش خروج، كله ملاحف ملاحف. كنت اقول لها واسدالات، لا عندها بنطلون جينز ولا جيبه ولا بوت ولا بادي ولا. منظمه جدا، شايفاها الشقه نظيفه جدا. شوفي تعالي شوفي هدومها، مفيش اهو، عشان ما تقوليش ان كان عندها مثلا هدومه معلقه ودي هدومه. تعالي شوفي هدومه منظمها له اهي. جوابته اللي بيقول لك مهمله وما بفطرش اخويا اهي. اتفرج شوف، شايف هدومه؟ شفتي جوابته وحاجته؟ شايف؟ دي اللي بتقول لك مهمله وعامله ومسويه. شوفي هدومه وحاجته. تعالي شوفي الطرح اللي اي حد، انا واحده من الناس الطرح اللي حطها كده اي كلام. شايف لابسه الطرح ازاي؟ شايف المنظر؟ انا واحده من الناس حاطه كده فوم. تعالي شوف المرممه اللي ريحتها وحشه ما بتحطش حاجات كده على التسريحه، ما بتنظمش شنطها وحاجتها الحمد لله ان هي قامت بالسلامه، يعني ده كرم ربنا. الحمد لله، ده كرم ربنا جدا ان هي قامت بالسلامه. دي الشنطه اللي فيها الحاجه اللي كانوا شاريينها. كانت متسوقه تقريبا. والله ما اعرف يا بنتي. شفتي كنت ما اعرف طماطم وباين وبصل برتقال، لسه متسوقه ولا اعرف حاجه في اي حاجه. كانت باين بتعمل كب كيك. بصي الحاجه محطوطه فين بتاع الكب كيك. ده الجهاز اللي انت مجوزاه لها بقى مش اللي كانش عاجب حماتها، اللي كانت بتقول لها امك جايبه لك ايه؟ امك جايبه لك حاجات عره، جايبه لك شاشه واحده. مين حماتها؟ شاشه واحده. الحاجه دي امك جايبه لك حاجات عره. ادي الحاجات العره اللي انا جايباها، النجف والحاجه كفايه ان الشقه تقولي من غير ما كل سنه زياده وكل سنتين زياده والكلام اللي انت فاهماه ده. بتطالبي بايه؟ بطالب بما يرضي الله. اللي كل واحد عنده بنت يعتبر نوره بنته، وهو اللي يقول ايه اللي نطلبه. انا مش هطلب حاجه، انا مش طالبه. عمري ما كنت تتوقعي. لا ما اتوقعش والله ابدا. انا اتوقع مثلا يضربها قلم، يشدها من شعرها، يضربها بحزام، بايد مقشه، انما بالسكينه لا. لا ما اتوقعهاش. لا ما اتوقعهاش. يعني بنتك متبهدل خالص. متبهدل. لو مش عيبه اوريهولكم. متبهدل، ده متقطع، ده مهري. يعني الصدر ده لغايه اللي بيرضعوا بالبيبي مفتوح كده زي الساندوتش. شفتيه؟ زي الساندوتش. ليه؟ ده جاي جنب القلب ليه؟ وتضرب في رجلها، تضرب في ايديها. يا عم مش هقول لك ادبها.